الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمين على المصطفى من رسل الله وأنبيائه، ورضي الله عن أصحابه وآله وصحبه وأسفيائه. المشاهدون والمشاهدات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم في قناة سلام الفضائية. وما زلنا في قراءات للمقالات التي كتبت عن اللغة العربية في التواصل الاجتماعي أو فيما يسمى بشبكة العنكبوتية أو المواقع الإلكترونية الإريترية أو غير الإريترية التي تناولت موضوع اللغة العربية في إريتريا. ونحن ما زلنا في قراءة لمقال الدكتور جلال الدين محمد صالح بعنوان اللغة العربية في إريتريا بين المطالبة الشعبية والرفض الشعبوي، هكذا يقول. ويقول الدكتور في هذا المقال إن عقدة المشكلة لا تكمن إلا في فلسفة النظام ومنهجية تعامله مع اللغة العربية. فمن راجع النظام سياسته، فمتى راجع النظام سياسته العامة في موقفه من اللغة العربية غير متأثر بمخاوف حضارية انحلت العقدة. أما قضية انقسام المجتمع إلى كتلتين من جراء تبني اللغة العربية والتجرينية فأخطر منها إن سلمنا بخطورتها تقسيمه إلى أكثر من كتلتين، وفوق فلسفة النظام في تطوير لغات القومية، اللغات واللهجات الإريترية 9 أو 8. طبعا أدخلت اللغة العربية باعتبار هي خاصة بالرشايدة، قبيلة الرشايدة التي جاءت من الجزيرة العربية قبل 200 عام أو 150 عام، فهو جعل هذه اللغة خاصة بهم ولأنهم جزء من الشعب الإريتري وهكذا. ولكن الحقيقة ليس كذلك. اللغة العربية كانت قبل الرشايدة كما قال الأستاذ محمد سعيد ناود في مقاله تاريخية اللغة العربية، إن هذه اللغة كانت قبل الرشايدة في إريتريا، بل وجدوا اللغة العربية موجودة، ولذلك استطاعوا أن يندمجوا مع الشعب الإريتري في سواحل إريتريا، خاصة مصوع وهذه المناطق، ومرورا بسواكن وبورسودان. هذه المناطق كلها توجد فيها قبيلة الرشايدة التي جاءت من الجزيرة العربية. فإن هذا أقرب إلى تباعده وتنافره، بل ودخول في مشادات عشائرية. الآن كل واحد يقول أنا لغتي أهم من اللغة التجرينية أو أهم من اللغة العربية. مثلا العفر يقولون هكذا، والساهو يقولون هكذا، والبلين والنارة، كلهم هؤلاء يقولون كل واحد يدعي أن لغته هي اللغة، أن تكون هي اللغة الرسمية وهكذا. وهناك تنازع في المجتمع. فإذا الانقسام ليس يكون بين الكتلتين، بل بين هذه الكتل كلها الكتل التي تتكلم ب9 لهجات كلها يعني تقول هذا، كل يدعي أن لغته هي الأصلية وهكذا. ثم إذا كانت اللغة العربية تهم كما يشير الرئيس السياسي فرقي في بعض مقابلاته كل المجتمع الإريتري بشقيه الإسلامي والمسيحي، فإن احتمال انقسامه إلى كتلتين متضادتين غير وارد.
إذ لا يمكن تصور ذلك واعتباره ذريعة إلى عدم التنصيص دستوريا على رسمية اللغة العربية. البلد ما فيها دستور، لذلك لا تستطيع أن تحسم هذه الأمور إلا الآن. كل الدول لها دساتير ولها قوانين تحكم بها الشعوب وهكذا. ولا يمكن أن تكون اللغة العربية حكرا على المسلمين ولا التجرينية حكرا على المسيحيين، بل نجد من يتكلم بالتجرينية من القبائل من المسلمين، وخاصة القبائل التي تسكن مع النصارى أو المسيحيين في المرتفعات يتكلمون التجرينية أكثر من اللغات العربية، وهم يعني من المسلمين. فإذا التجرينية ليست حكر على المسيحيين، بل إذا كان هناك حقيقة لهذا الاحتمال فإنما هو وليد المواقف السلبية التي يتبناها أحد الطرفين من هذه اللغة أو تلك لأي سبب كان. ويقول الدكتور جلال: ومن التجني والتحامل أن يعتبر الرئيس سياسة فرغي مطالبة المسلمين باللغة العربية نوعا من أزمة هوية، ويقول من لديه أزمة هوية ويقول إن هذه اللغة أو تلك اللغة ليست لغتي وليست لغة شعبي، ولا أرغب الحديث بها أو سماعها، أو أرغب في استعارة لغة أخرى، ويريد أن يكرس هذا كلام السياسة فرقي رئيس دولة إريتريا، ويريد أن يكرس ذات المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز قرصها، فعليه أن يدرك أن لا مكان له في هذا الوطن. هكذا حسم الأمر. الذي يناقش في اللغات ليس له مكان في هذا الوطن. بهذا التعصب الحاد واللغة الجافة يواجه محاوريه في مسألة اللغة العربية، ولكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فإن لهذه المسألة ارتباطا وثيقا بالسلطة، بمعنى أن إقصاء اللغة العربية عن دوائر السلطة يعني بالضرورة إقصاء حملتها والدارسين بها، وما أكثرهم من المسلمين. وتوجه المسلمين واندفاعهم نحو تبني اللغة العربية بجانب ما يحمله من إدراك لمعنى هذا الارتباط له من جانب آخر اعتباراته العديدة، ومنها الحرص على حماية الهوية الثقافية من الطمس أو المسخ. ومن ثم ليس هذا التوجه نابعا بأي حال من الأحوال من الشعور بأزمة هوية، وإنما من الإحساس بتثبيت الهوية، ومن الشعور بتهديدها والاعتداء عليها من طرف النظام، ومحاولة تجريدها لحسابات حضارية من لغة ثقافتها. وهو توجه عبرت عنه الرابطة الإسلامية الإريترية في مذكرتها المرفوعة عام 1951 إلى مارتينيز مبعوث الأمم المتحدة، التي قالت فيها هذا حزب قائم في الخمسينات تسمى بالرابطة بالرابطة الإسلامية الإريترية. هذه المذكرة تقول: يجب أن تكون اللغة الرسمية لإريتريا العربية والتجرينية. المسلمون لا ينكرون التجرينية ولا يقفون ضدها، ولكن يطالبون بحقوقهم أن تكون العربية مع التجرينية في الدولة، وذلك ردا على وزير خارجية إثيوبيا أكليلو هابتي الذي قال بعد لقائه مع مارتينيزو في 1951 شهر 5 بشأن اللغة الرسمية. هذا إثيوبي كذلك، مما لا شك فيه أن اللغة هي عامل مهم لتوحيد الشعبين الإريتري والإثيوبي، فإنني أقترح أن تكون اللغة الرسمية في إريتريا هي اللغة الأمهرية. هذا الإثيوبي نفى كل اللغات
الإريترية، لا تجرينيا ولا عربية، إنما يقول أن تكون اللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية. وجاءت بعد ذلك بعد ما انضموا إريتريا مرة أخرى في بداية الخمسينيات إلى التاج الإثيوبي، فرضت اللغة الأمهرية وأصبحت هي لغة رسمية في إريتريا دون العربية والتجرينيا. لذلك كل النقاش حول اللغة الرسمية في إريتريا ذهب هباء، جاءت محله اللغة الأمهرية التي لا تمت إلى الشعب الإريتري بصلة، هي تابعة لقومية أو قومية الأمهرة في إثيوبيا. ومنهم من يقول كذلك اللغة الأمهرية هي من اللغة الحبشية السبئية الجعزية، لأنها هي تكتب بالخط المسند الجيعزي السبئي، ولكنها حرفت وعدلت وطورت. وكذلك يقول دكتور جلال: ومن المفترض أن تجعل قيادته الجبهة الشعبية من هذا التوجه عامل تعزيز للتلاحم الوطني، وأحد مكونات الوحدة الوطنية بدل سبقه بما يلوثه ويشوهه، ولكن على العكس من ذلك بقى نظام الجبهة الشعبية متشبثا بفلسفته الشعوبية. كما قلنا الشعوبية هي تلك القومية التي تكره اللغة العربية وتكره العرب، وكثير نجد في العالم من يكره اللغة العربية ويكره اللغة العرب، ويزيل اليافطات التي مكتوبة أو اللافتات التي مكتوبة في المحلات التجارية التي كتبت باللغة العربية، يزيلونها إزالة، وهكذا يحاربون اللغة العربية. وصار يحاكم إليها طرح مخالفيها، متهما إياهم بالانطلاق من مفاهيم وتفكير سياسات تقسيم المجتمع إلى كتلتين، أو التقسيمية أو النظرية الإنجليزية كما يقول رئيس سياسة فورقي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير، ثم نواصل ما انقطع من حديث في قراءات لمقالات والتي كتبت عن اللغة العربية في إريتريا في الشبكة العنكبوتية. وما زلنا مع مقال الدكتور جلال الدين محمد صالح، وهو يدافع عن اللغة العربية في إريتريا بحجج دامقة، ويقول كذلك وبهذه اللغة وضع حواجز محظورة التجاوز. عندما قال هي نظرية تقسيمية وأزمة هوية، وضع النظام حواجز محظورة التجاوز. كل من يتحدث عن اللغة العربية تجاوز الحد فيذهب به كما ذهب بمن دافعوا عن اللغة العربية والآن موجودون في قياهب السجون. ويقول وبهذه اللغة وضع حواجز محظورة التجاوز، وفرض الرغبة الفردية على الرغبة الجماعية. ومن ضمنهم الكاتب الإريتري والمناضل الإريتريديس أبعري الذي ناقش عن اللغة العربية، ولكن مسيره الآن صار إلى المجهول. وإدارة مجموعة سيلف ناس النت على إدارة المجتمع.
وليس يقول وليس من تفسير لهذه اللهجة الحادة المتطرفة التي تجعل من إرادة النظام سنة وطنية لا تبديل لها ولا تحويل عنها بأي حال من الأحوال، وكأنها وحي سماوي سوى التعبير عما في النفس من طغيان وتطرف شعبوي وتوجه استبدادي يختزل كل إرادة المجتمع في إرادته، ولا يقول إلا ما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن يقول الدكتور كذلك دكتور جلال، يقول ليس بالضرورة أن تكون لغة الثقافة سبيلا إلى التجرد من لغة الأم والقوم، فكم من شعوب اعتمدت الفرنسية والإنجليزية تركة المستعمر لغة ثقافة لها من غير أن تتنكر للغاتها الأصلية، مثلا المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وتشاد وكونغو، هذه الدول التي كانت مستعمرة من فرنسا فردت فرنسا لغتها الفرنسية، ولكن لكل قوم أو شعب له لهجته يتكلم بها وهكذا. فكم من شعوب اعتمدت الفرنسية والإنجليزية، وهذه تركت المستعمر لغة ثقافة لها من غير أن تتنكر للغاتها الأصلية. فعلى سبيل المثال اختار الهند عام 1947 اللغة الإنجليزية، لأنه الهند فيها آلاف من القبائل أو القوميات، فوضعوا أن في الدستور أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للهند ووسيلة اتصال قومي. وإني لا أذكر أن السياسي نفسه قال في مقابلة له نشرت في مجلة اليوم السابع: إذا أجمع الإريتريون في يوم ما أن تكون لغتهم الأم الإنجليزية فلماذا لا؟ علما أن الباب في هذا الحق غير مغلق أبدا، سواء في وجه العربية والتجرينية، ولا أرى أي مبرر للحساسية. يقول هكذا دكتور جلال. فإذا الهند استخدمت أو ما زالت تستخدم اللغة العربية في لغة رسمية في الهند. فإذا كان إسياس أفورقي يرى في هذا الإجماع الوطني سندا شرعيا في إثبات لغة ما أو نفيها، فلا معنى إذن لحساسيته المفرطة من مناصري اللغة العربية وحملتها ورميهم بأزمة هوية واستعارة لغة. ولا نجد أي مبرر لأن تبلغ به تلك الحساسية إلى حد حرمان المواطن الإريتري حقه الطبيعي من التعبير في وطنه عن قناعاته وسد منافذ الحوار عليه بعبارة: فعليه أن يدرك أن لا مكان له في هذا الوطن، لمجرد أنه من حاملي لواء العربية والتعريب، وعلى نقيض تنظيرات وقناعات سلف ناصنت. إن الأمر جد خطير، يقول الدكتور جلال، إن الأمر جد خطير حين يبلغ حد توعد قطاع كبير بالنفي من أرضه ووطنه بتهمة تكريس المفاهيم التقسيمية. طبعا هذا الكلام قيل قبل عشرات السنين في إريتريا، ولكن الآن السياسة الإريترية في الحكومة الإريترية تغيرت، الآن تهتم باللغة العربية، ووجدت مفروض عليها أن تتعلم الشعوب الإريترية اللغة العربية حتى تعيش في الجوار والمجتمع العربي. ولا محالة إن أثم ذلك وضرره أكبر من نفعه، لأن تهديد الآخر بسلب المكانة الوطنية سيؤدي لا محالة إلى سلب الوطن.
من الجميع، وحوار كهذا لا يمكن أن يكون حوارا سويا، وربط كل نقاش حول هذه المسألة بالطائفية أشبه ما يكون بإرهاب اليهود. كل منتقد بهم كل منتقد بمعاداتهم اتهم بمعاداتهم السامية. يعني كل من الآن ينتقد اليهودية في بند يسمى المعاداة السامية، وهذه حالة غير طبيعية تستدعي وقفة مع الذات من قبل أن تذهب بالناس والأوطان. وقد ذكر السياسة أن الشعب الإريتري يمكن أن يصل بمرور الزمن إلى لغتين وثلاث أو أربع، بل ويمكنه أن يستفيد حتى من لغات أجنبية بين أفراده. وهنا نتساءل، ما دام الشعب الإريتري وصل بطريقه الخاص في فترة تقرير المصير إلى الإقرار في الأربعينات، تقرير المصير باللغتين العربية والتجرينية، فما نوع هذا الوصول الذي يعنيه أفورقي؟ وما هي هذه اللغة الأجنبية التي يرشحها السياس لتكون وسيط التفاهم بين الإريتريين، ولماذا؟ إذن هكذا يرد دكتور على هذه المفاهيم التي طرحت في إريتريا عن اللغة العربية. وهناك في هذا المقال عنوان جانبي: طرح الجبهة الشعبية في مسألة اللغة العربية من أين وإلى أين. يقول: تتلخص رؤية الجبهة الشعبية في موقفها السلبي من اللغة العربية فيما يلي: أولا، لا توجد قومية تتحدث اللغة العربية إلا قومية الرشايدة، هكذا يقولون. ثانيا، العامل الديني هو الذي أدى إلى اختيار اللغة العربية لغة رسمية للشعب الأريتري. ثالثا، اللغة العربية انتشرت في إريتريا بمساعدة عوامل خارجية، وعلى رأس هذه العوامل الإسلام ووجود مدرسين سودانيين. في الأربعينيات كانت هنالك بعثة سودانية وبعثة من الأزهر تدرس اللغة العربية في إريتريا في الأربعينيات من القرن الماضي. إن هذا الطرح المتشنج من اللغة العربية هو في الحقيقة امتداد لطروحات مماثلة عبرت عنه من قبل بشكل وآخر عناصر ذات تأثير كنسي من الناطقين بالتجرينيا في تبرير انحيازها ضد اللغة العربية، ولم يثر دائما عبر أطوار السياسة الإريترية إلا من الناطقين بالتجرينيا، وخاصة النصارى هم الذين وقفوا ضد اللغة العربية لفهمهم لها أنها إذا تغلغلت في إريتريا والشعب الإريتري تعلم اللغة العربية منهم النصارى سيتغيرون إلى الدين الإسلامي، وهكذا. ويقول: وإنه مهما تعددت ألوانه تارة باسم تطوير لغات القومية وتارة باسم اعتماد التجري إلى جانب التجرينيا. والتجرايت أو التجري هي كذلك من اللغة الحبشية الجيزية السبئية الحميرية التي تكتب بحرف المسند. فإنه لا يرمي في النهاية إلا إلى محاصرة اللغة العربية ومحاولة خنقها، وليس وراء هذا الهدف بشكله الصريح والملتوي سوى التأثير الكنسي والبعد الثقافي. وإلا فماذا يعني أن هذا الموقف السلبي من اللغة العربية في كل مسيرة السياسة الإريترية، مع أن مجموعة التجرينيا لا تقل عروبة في أصولها؟ القبائل الحبشية أو النصرانية هي أصولها عربية، لذلك لا تقل عروبة في أصولها عن غيرها إن لم تكن أكثر.
وهم يعرفون أن أصولهم أصول عربية، ولكن التنكر للغة العربية ينتج من مفهوم عقدي، مفهوم ديني. والتاريخ الإريتري سجل عليها أكثر من موقف في معارضة اللغة العربية، حتى أن الزعيم إبراهيم سلطان رحمه الله سكرتير الرابطة الإسلامية قال، كما نقل عنه المناضل أحمد ناصر: إننا ارتكبنا خطأ تكتيكيا في تسرعنا كمسلمين في مطالبتنا بأن تكون اللغة التجرينية لغة رسمية إلى جانب العربية. الوقت ديك اللغة العربية كان لها قوة، كان لها وزن في الأربعينيات والخمسينيات، ولكن حتى لا يكون شرخ بين المجتمع الإريتري تعاطف المسلمون في ذاك الوقت مع من الذين ينادون بأن تكون اللغة التجرينية لغة رسمية مع اللغة العربية. لذلك يندم الزعيم إبراهيم سلطان بقوله: إننا ارتكبنا خطأ تكتيكيا في تسرعنا كمسلمين في مطالبتنا بأن تكون اللغة التجرينية لغة رسمية، اللغة التجرينية لغة رسمية إلى جانب العربية، لأن ذلك مثل موقف إجماع من البرلمان على التجرينية، وفي وقت لم تحظى فيه اللغة العربية بتأييد إجماع مماثل، إذ لم يبادلنا المسيحيون التقدير الذي منحناه إياهم، إذ توقعنا أن يبادلون نفس المشاعر عندما طالبنا باللغة العربية تكون إحدى اللغتين الرسميتين. طبعا التجرينية والنصارى وقفوا ضد اللغة العربية. ويقول الدكتور في مقاله: ويظهر لي أيضا من كلام المناضل الأمين محمد سعيد أن موقفا شبيها لمثل هذا الموقف من اللغة العربية ظهر وأثير يوم جرى التحاور لتوحيد جانبي قوات التحرير الشعبية، مما أدى في النهاية لاتخاذ قرار حيالها ينص كما يورد الأمين محمد سعيد بأنه لا يمكن أن تكون مسألة اللغة عائقا أمام توحيد المقاتلين، وإن اللغة المشتركة يمكن أن تظهر من خلاله الاحتكاكات والممارسات المشتركة في الحياة اليومية. مشاهدي الكرام، نصل في ختام هذه الحلقة إلى حلقة جديدة نلقاكم إن شاء الله، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.